السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في قناة عالم ليمو. النهاردة معادنا مع فيديو جديد وهنتكلم فيه عن الأقزام ومكانتهم الاجتماعية في حياة المصريين القدماء. مع المعابد الحجرية الضخمة والأهرامات والمقابر، كانت مصر القديمة بلا شك واحدة من أكثر الحضارات تقدما في عالم ما قبل المسيحية، ومع ذلك فإن تقدمهم لم يقتصر على أعمالهم المعمارية الضخمة الشهيرة، ولكنه موجود أيضا في جوانب أخرى من ثقافتهم، في حين أن الثقافات اليونانية والرومانية والصينية القديمة استعبدت وسخرت من صغار الأحجام أو الأقزام، إلا أن أقزام مصر القديمة كانوا يحظون باحترام ويعيشون حياة طبيعية بل ومرتفعة في بعض الأحيان. أصبح الأقزام في مصر القديمة لاعبين اجتماعيين أقوياء، ودفنوا في مقابر متقنة إلى جانب الأهرامات. كان الأقزام مهمين جدا في الديانات المصرية المبكرة، لدرجة أنه كان هناك حتى آلهة أقزام. يقدم نظام اللغة الهيروغليفية المعقد للمصريين الذي رسموه ونحتوه على العمارة والفنون والحرف رؤى للباحثين المعاصرين في الحياة المصرية اليومية، من بين الحجارة المتهدمة والنصوص القديمة صور لأشخاص صغار يعانون من الودانة، وهو اضطراب نمو العظام الذي يسبب التقزم غير المتناسب. ظهر شكل من أشكال الأدب المصري القديم يسمى أدب الحكمة خلال عصر الدولة الوسطى المصرية، وأصبح أساسيا خلال عصر الدولة الحديثة. كانت كتابات الحكمة تعاليم أخلاقية، وذكرت أن التقزم لا ينبغي اعتباره إعاقة جسدية، على العكس من ذلك. وكان يعتقد أن الأقزام في مصر القديمة لديهم روابط مقدسة مهمة، لذا فإن امتلاك قزم يمنح الشخص مكانة اجتماعية عالية. في الثقافات الأوروبية في العصور الوسطى، كان الأقزام غالبا ما يوظفون للوقوف بجانب الملوك والملكات أثناء الظهور والاحتفالات العامة، لأنهم جعلوا أفراد العائلة المالكة يبدون أكبر بكثير مما كانوا عليه في الواقع. وفي المقابل، تكشف الحروف الهيروغليفية المصرية كيف عمل الأقزام في مصر القديمة كصائغ مجوهرات ومرافقي شخصي ومنقصات الحيوانات وعاملين في الترفيه. تم تصوير الأقزام على جدران ما لا يقل عن 50 مقبرة من المملكة القديمة بالقرب من الأهرامات في المقابر في سقارة والجيزة. علاوة على ذلك، حقق العديد من الأقزام رفيع المستوى في المملكة القديمة مكانة اجتماعية. لا تسخر من الكفيف، ولا تهزأ بالقزم، ولا تسد الطريق أمام العاجز، ولا يعلو صوتك بالصراخ عندما يخطئ. تلك هي تعاليم أمين يموب منذ أكثر من 3100 عام، والتي تعد خير مثال على نظرة وثقافة المصري القديم تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة عامة، وتجاه الأقزام خاصة. كان الأقزام في مصر القديمة نوعين: الأول هو القزم الأفريقي، والذي أحضره المصري القديم خلال تجارته
من النوبة وبلاد بنت، وكان دوره يقتصر على الرقص في القصر الملكي لإدخال السرور على قلب الملك، وهو ما يعرف بالرقص للأرباب. وقد جيء بأول قزم من بلاد بنت في عهد الملك أسيسي من الأسرة الخامسة. النوع الثاني هو القزم المصري، وكانوا يعانون من تشوه جسدي، حيث كانوا يتميزون برأس كبير وجذع طبيعي وأطراف قصيرة، واشتهر الأقزام بصناعة الحلي في مصر القديمة، وذلك نظرا لصغر أطرافهم التي كانت تمكنهم من تشكيل الحلي بسهولة ويسر. ويتضح ذلك من خلال أحد المناظر المصورة على جدران مقبرة مارير وكا بمنطقة سقارة. وأشهر الأقزام المصرية يسمى سنب، وقد عاش في عصر الأسرة الخامسة، وكان موظفا كبيرا يتمتع بكثير من الألقاب الاجتماعية والدينية والشرفية، وتزوج من امرأة ذات بنية طبيعية وهي إحدى وصفات القصر، ودفن في قبر فخم قريب من هرم خوفو بجبانة الجيزة. وفي عصر الأسرة السادسة قام الملك بيبي الثاني بإرسال خطاب إلى الرحالة حرخوف، قال فيه: تعال سريعا إلى القصر وأحضر معك القزم الذي جئت به من أرض الأرواح حيا سالما وبصحة جيدة، ليرقص للإله ويدخل السرور إلى قلب الملك. وإذا نزل معه إلى السفينة فعين أشخاصا أذكياء على جانبها لملاحظته حتى لا يقع في الماء. وإذا نام بالليل فعين له أشخاصا أذكياء يحرسونه في حجرته، لأن جلالته يحب أن يرى هذا القزم أكثر من هدايا المناجم وهدايا بلاد بنت. فإذا وصلت إلى القصر ومعك هذا القزم حيا سالما، فإن جلالته سيعمل لك أشياء كثيرة.